أهلا بكم متابعيني قناة. قصتنا النهاردة بعنوان دار الحاج دهشور. خلونا نبدأ في القصة. أنا اسمي أحمد، عندي 30 سنة، بشتغل إيه الصراحة؟ ما بشتغلش. أنا معايا فلوس كتير، بس الفلوس قربت تخلص. بصراحة أنا متعودش أشتغل أو ما كنتش محتاج إني أشتغل، بس أنا دلوقتي قدام أمر واقع. أنا لازم أنزل أفكر في شغلانة. جه في بالي إن أنا أنزل أشتغل سمسار. شغلانة كويسة، مش محتاجة شهادات، مش محتاج إن الواحد يكون عنده خبرة. انا قلت اعمل فكرة اعلى. الفلوس اللي بقت معايا هحاول ان انا اشتري بيها شقة بسعر قليل وابيعها بسعر غالي. انت بدأت تفكر ان انا نصاب؟ ما اعرفش، او ما يفرقش معايا. فضلت اكسب كتير لغاية ما الموضوع عجبني وقررت ان أنا اشتغل الشغلانة دي على طول. ومرة وانا قاعد على القهوة لقيت في حد بيتكلم على الدار في اخر الكفر اللي انا عايش فيه. بصراحة عمري ما فكرت ان انا اروح هناك، وما اعرفش ان في اصلا بيوت هناك. بس في واحد بيقول ان في بيت هناك بقاله سنين مقفول ومحدش بيقرب له خالص، اسمه بيت الحاج دهشور او الحاج الدهشوري. مش متأكد. المهم بدأت أسأل على البيت ده وأشوف جايز يمكن صحابه بيحاولوا يبيعوه، لكن اكتشفت حاجة غريبة جدا، إن الناس حذرتني من البيت. قالت آخر واحد دخل البيت ده خرج قعد يكلم نفسه في الشارع لغاية ما رمى نفسه في الترعة. بيني وبينكو، مسميني ما عنديش تام، مسميني جريء، بس أنا ما بيفرقش معايا الحاجات دي. المهم قعدت أدور على مين صاحب البيت، ما لقيتش حد معين. قلت بس أنا هروح أنا وأفتح البيت وأفرج الناس عليه، واحاول ان انا ابيع لهم البيت على اساس ان هو بتاعي. بس ما حدش هيسأل يعني. بدأت تبص لي بس مش كويس، صح؟ مش مهم. خلينا اكمل لك قصتي. اللي حصل تاني يوم على طول، رحت البيت. واول ما دخلت البيت ده بلمس بس الباب ووقع على الارض. قلت شكل البيت متكسر وقديم وحالته حال محدش هيرضى يشتريه. مش عارف ليه حسيت وانا جوه ان البيت، ان المكان ساقع قوي بطريقه غير مفهومه. الصراحة أكني دخلت تلاجة، مش عارف ليه. الأجواء كانت غريبة وفي ريحة وحشة، والحيطان لونها أسود أكن كان في حريقة هنا. يعني مش معقول أي بيت بيتقفل لسنين الحيطان بتاعته بتسود كده. المهم فضلت مكمل. اتفرجت على الشقة كلها، أوضة ورا التانية ورا التالتة لغاية ما دخلت آخر أوضة. بصراحة كان الباب بتاعها حديد بيلمع، والقفل بتاعها قوي جدا. حاولت إن أنا أفتحها ما عرفتش. بس هو ازاي الباب ده كان الحديد بتاعه لونه كده؟ ده اكنه لسه متركب من كام يوم. مش مهم، انا ممكن ابقى احاول افتحه في يوم تاني. يلا. وانا بخرج من البيت لاحظت ان باب الشقه موجود في مكانه. ازاي؟ مش ده كان واقع على الارض دلوقتي؟ حاولت ان انا افتحه ما بفتحش. قعدت اجري في الشقه لغايه اما قلت ان انا البيت ده مكون من دور واحد. انا هدور على الشباك واحاول ان انا انط منه. البيت كان مليان تراب والحيطان بتاعته لونها اسود. دلوقتي بقى بيلمع. انا مش فاهم حاجه. وكان في مكان فاضي لقيت فيه صالون مذهب وشكله شيك. ما بقتش فاهم اي حاجه لدرجه ان حسيت انها بحلم. طلعت جري بسرعه على اوضه البيت، من دور واحد، فلقيت يمكن في شباك مثلا ينفع انط منه. لقيت البيبان كلها مقفوله ما عدا الاوضه اللي كان بابها حديد بتفتح. ما بقتش عارف إيه اللي بيحصل ده. ظهر ظل اسود كبير جدا له عينين حمراء وبيقول لي أنا الدحشور. قلت له انا ماليش دعوه باي حاجه. انا كنت جاي اتفرج على البيت عادي. كنت عايز اشتري بيت بس سيبني وانا مش هاجي هنا تاني. أنت بتحب الفلوس مش كده؟ عايز يبقى معاك فلوس كتير؟ أنا هطلب منك طلب واحد. يا ريت لما تفرج أي حد على الشقة دي يكون معاه طفل صغير. انا ما بقتش فاهم الطلب ده، وعلى طول حسيت ان الدنيا بتلف بيا واغمى عليا فعلا. لقيت نفسي مرمي بره البيت والناس كلها مجمعة حواليا. انا مش فاكر اي حاجه خالص. انا دخلت اتفرج على البيت ومكملتش ساعه وهو لقيت الظل ده ظهر من ورايا. الناس قعدت تقول لي ان انا هنا مغمى عليا بقى لي يوم كامل. ازاي؟ ازاي يوم كامل؟ مش فاهم حاجه. على طول فتحت الموبايل بتاعي، حاولت ارن على اهلي بس الموبايل ما كانش بيجمع. رنيت على واحد صاحبي ورد عليا فعلا. كان اسمه مصطفى. قال لي انت بقى لك فتره غايب ليه؟ وانت فين كل ده؟ انت عايز تعمل في اهلك حاجه؟ دول بقالهم شهر بيدوروا عليك وعملوا محضر تغيب في الاسم وسألوا عليك في المستشفيات كلها.
لغاية ما من يومين والدك ما استحملش وتعيش انت بتقول ايه. قفلت في وش السكة وحسيت ان هو بقى مجنون. ببص في الموبايل لقيت انه عدى شهر فعلا. ازاي ده حصل؟ يعني انا بقى شهر مغمى عليا ولا يعني ايه؟ يعني ممكن كلامي يطلع صح. يعني ابويا ممكن يكون يحصل له حاجة. قمت بسرعة عشان اجري على البيت. بس وانا جاي اقوم اغمى عليا تاني. الظهر تاني الظل الاسود. بقيت شايفه قدامي بكل وضوح. وقعد يقول لي هتسمع كلام ولا تحب تكمل في اللي بيحصل ده، وتحب تخرج من البيت تلاقيهم بيدفنوك انت مثلا؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش فاهم. انت تبقى مين؟ انا بشوف ظل كبير على الحيطة وبعد كده مش ببقى فاهم اي حاجة. اه، اه. ما تخافش، انت مش هتعمل الحاجة دي ببلاش. انت عايز فلوس. انا هجيب لك فلوس كتير، بس تجيب لي طفل وتدخله الأوضة الحديد. انا عايزك تعمل كده كل شهر، وكل ما تجيب اطفال اكتر هديك فلوس اكتر، وكل ما نرد عندك مش بعيد تبقى من الاسياد. ها، تحب ارجعك لحياتك الطبيعية بس وانت معاك فلوس كتير؟ انا حاسس ان انا مش قادر اتحرك اصلا وجسمي كله منمل ومش قادر ان انا افكر. معلش، انت هتبقى كويس اول ما تخرج من البيت. ايه رأيك تعمل ايه؟ انا عايز اطلع من البيت ده. انا عايز اخرج من البيت ده. اه، يعني مش هتسمع الكلام. ما تيجي نشوف كده ابوك بيعمل ايه دلوقتي؟ يا عيني، ده ولاد الحلال ودوه المستشفى ودخل العناية المركزة من الزعل عليه. وإن هو بدأ يشك إن أنت ممكن تكون مت ومش هترجع له تاني. لا لا، مالكش دعوة. لا مالكش دعوة بقى، انا هعمل اللي انت عايزه. بس سيبني رجعني لحد تاني. كده تعجبني. دلوقتي أنت هتبقى كويس، تخرج من البيت اللي أنت قعدت فيه حوالي ساعة واحدة بس. إيه رأيك؟ طلعت من البيت قعدت اكلم نفسي. فعلا ببص في الموبايل لقيت انه عدى ساعة واحدة بس. ما عداش شهر ولا حاجة. وان انا متصلتش بصاحبي. وان مفيش اي حاجة حصل لها مشكلة. وكل اللي كان عمال يحصل ده ما كانش حقيقي. بس هو اللي حصل ده حصل ازاي؟ انا خايف يحصل في الحقيقة. اعمل ايه؟ أنا الحمد لله انا خرجت من البيت. انا هنسى اي حاجة، مش هروح تاني هناك. والحمد لله عدى يوم والتاني. ما حصلش اي حاجة. بس في اليوم التالت حلمت ان النار ماسكة في البيت وان اهلي عمالين يموتوا واحد ورا التاني وانا واقف بتفرج وانا اصلا ماسك زي جاز او بنزين وانا اللي عمال اولع في البيت. هو ازاي ده؟ هو في حد ممكن يحلم بحاجة زي كده اصلا؟ عمال اقول لا لا. صحيت من النوم. جسمي كله عرق. انا كنت عمال انهج بطريقة غير طبيعية. اهلي جريوا علي. مالك يا ابني في ايه؟ انا كويس. انا بس حلمت بكابوس. طيب يا ابني حاول تنام تاني. تبقى لك ساعتين بس نايم. يا ريتني ظهر الظل الاسود تاني. انتوا عارفين يبقى مين؟ دشور. قال لي ها، إيه رأيك؟ تحب تعمل إيه؟ على فكرة أنا مش عايزك تخاف من حاجة. هي هتبان حريقة طبيعية خالص، وأنت محدش هيتهمك بحاجة. هتكمل حياتك طبيعية جدا، ما تخافش. أهلك هيموتوا وملكش دعوة بأي حاجة. ولا إيه رأيك ترجع لاتفاقنا؟ انا مش فاهم حاجة. انت تعمل ايه بالاطفال دي؟ يعني الاطفال دي هتموت؟ لا ما تخافش، موضوع إن حد يموت ده مش بإيد حد، ده بإيد ربنا بس. وخليك فاكر إن الدنيا دي مجرد وقت مؤقت، وكده كده كلنا هنموت. قلت له انا لا يمكن هذا حد. لقيت اصوات كتير قوي عماله تدخل جوه دماغي. وصوت صويت وصريخ عمال يملى المكان. ايوه النار مسكت في بيتنا واهلي حصل لهم حروق شديده جدا. لكن لسه عايشين. النار كانت عاليه قوي محدش قدر يوقفها. عدى كذا يوم وانا مش عارف اعمل ايه. بس قررت ان انا اروح البيت واحاول ان انا اولع فيه عشان اقضي على اللعنه اللي موجوده. اول ما دخلت البيت في حاجه كتفت دراعي ورجلي. واحساس بالخنقه قعد يزيد وقت. انا بتخنق مش قادر. دخان اسود كتير عمال يدخل جوه جسمي وانا ما كنتش قادر اتنفس. ايه ده؟ ايه الشعور؟ أنا آخر وش هتشوفه. لا هعمل لك اللي انت عايزه. فجأة لقيت نفسي طلعت بره البيت وقادر اخد نفسي وكل حاجة من حواليا كويسة. انا خطفت عيل صغير ودخلت بالبيت
وأول ما طلعت البيت لقيت البيبان كلها متقفلة ما عدا الباب الحديد. دخلته الأوضة اللي بابها حديد وقفلت عليه وطلعت أجري من البيت. كنت سامع صوت سويت وصراخ الواد، بس أنا سبت. وأول ما بعدت عن البيت الصوت اختفى خالص. هو أنا إزاي عملت كده؟ جريت بسرعة على البيت عشان ألحق الواد، لكن ما كانلوش أثر. هو أنا إزاي عملت كده؟ أنا إزاي عملت كده؟ أنا في بني آدم مات بسببي. رجعت البيت اللي اختفت منه الواد ولقيت إن أهله بيدوروا عليه فعلا. يعني إيه؟ أنا مش قادر أسامح نفسي، أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي. فكرت إن أنا أنتحر، لكن كل مرة كنت بفكر في حاجة زي كده كنت بفشل. أكن كان في حد بيساعدني عشان أفضل عايش. خلاص استسلمت وروحت بيتي. بدخل الأوضة لقيت السرير مليان دهب، دهب كتير أوي. أيوه، ما أنا عملت العهد وسلمت الواد. بس هي روح بني آدم تساوي الدهب ده مهما كان كتير؟ لأ، أنا لازم أرجع كل حاجة لطبيعتها تاني. بس هو أنا هقدر أعمل حاجة؟ ما أعتقدش إن أنا هعرف أعمل أي حاجة. أرجع البيت تاني ولا لأ؟ مش هقدر أعمل حاجة. أنا رجوع البيت فيه موت لأهلي وممكن موتي أنا كمان. حسيت حسيت إن الدنيا بتلف بيا وإن أنا عايز أنام. أول ما غمضت عيني سمعت صوت خبط خفيف. قمت مفزوع، بصيت على الباب، مفيش حد. رجعت تاني على السرير. الصوت رجع بصوت أعلى، تخبيط جامد أوي، نفس الصوت البيت اللي في الأول بس بصوت أعلى. وقتها جسمي كله اتجمد، لأن الصوت ما كانش جاي من بره، لأ، أنا المرة دي سمعت الصوت جاي من جوه أوضتي، بالظبط جاي من جوه الدولاب. قربت واحدة واحدة وقلبي بدأ يدق بسرعة. فتحت الدولاب لقيت حاجة عمري ما هنساها. الطفل اللي أنا خطفته هو جوه وبيبصلي، بس عينه كلها سودا، بيقول لي بصوت مش صوته. ما تنساش إنه كل شهر. قفلت الدولاب بالعافية وقعت على الأرض، والصوت بدأ يعلى أكتر، وصوت التخبيط عمال يعلى. وظهر ضحكة عالية أوي، ضحكة الدهشور. أنا أغمى عليا، ما فوتش غير تاني يوم. بدأت ألاحظ حاجة غريبة أوي، إن طول ما أنا ماشي بلاقي أطفال عمالة تظهر قدامي وبتبصلي ويطولوا أوي النظرة، لغاية ما بدأت أحس إن عينيهم كلها لونها أسود، وبعدين يمشي يقعد يضحك. سألت نفسي هو أنا يمكن أنا مخرجتش من البيت وكل ده لسه حلم؟ افتكرت حاجة. أنا إزاي كل ده مقربتش من ربنا؟ إزاي كل ده ما لجأتلوش؟ جريت بسرعة على بيت الشيخ أنا أعرفه، من أحسن الشيوخ اللي موجودين في القرية عندي. وفعلا رحت للشيخ بسرعة وحكيت له على كل اللي حصل. قال لي واضح يا ابني إن البيت ده فيه لعنة أو حاجة مش مفهومة، بس أنا آه، حاسس إن إحنا نقدر نعمل حاجة. أنت طوعت الشيطان ومحدش قالك تعمل كده. البداية بتاعتك كانت بسبب الطمع، كان هو اللي سايقك. إحنا لازم نروح البيت دلوقتي ونحاول إن إحنا نوصل لأي حاجة. خدت الشيخ معايا. أول ما دخلنا البيت بخط برجلي بس عشان ادخل، لقيت حد زقني ودخلت جوه البيت فعلا، لكن الشيخ فضل واقف بره. وفجأة ظلال كتير أوي قعدت تظهر حوالين مني، وظل كبير أوي ظهر في النص. طبعا انتوا عارفين ده ظل مين؟ ده كان ظل الدهشور. أنت بتحاول تعمل إيه؟ أنت نفذت العهد وأخدت جزاتك، لكن أي حاجة تانية هيبقى فيها موتك وموت أهلك، ومش هتطول الموت الأول. أنا هعذبك. قعدت أقول لأ، لأ، يا رب، يا رب. لكن سمعت صوت جاي من بعيد أوي، كان صوت الشيخ وهو عمال يقرأ قرآن. فجأة الزرار دي قعدت تختفي، والظل الكبير بتاع الدهشور اختفى فجأة. وفي حريقة كبيرة مسكت في البيت، وهو الباب اللي أنا دخلت منه اتفتح وطلعت أنا أجري. الشيخ طمني وقال لي إن اللي إحنا بنعمله ده إن شاء الله هيجيب نتيجة، بس الموضوع مش سهل. أنت محتاج يا ابني تقرب من ربنا أكتر وتدعي وتقرا قرآن وتحافظ على صلاتك. اللي أنت عملته مش هين يا ابني. روحت البيت وفعلا سمعت كلام الشيخ، بس مش عارف ليه بحس إن الأرض عمالة تلف بيا وبسمع أصوات غريبة. أول ما بقرا قرآن أو أصلي الأصوات دي بتختفي. بصراحة حسيت إن أنا مش قادر أكمل حياتي كده. أنا حسيت إن أنا عايز أموت. أنا هرجع للشيخ تاني وأقول له على كل اللي بيحصل معايا.
رحت للشيخ تاني، وأول ما قربت من البيت بتاعه كان في مسجد هو دايما بيقرا فيه قرآن وبيقيم الصلاة. لقيت ناس كتير أوي متجمعة حوالين المسجد من بره، بقول لهم إيه اللي حصل؟ قالوا الشيخ مات. يعني ده الأمل الوحيد اللي كان باقيلي. روحت البيت تاني وأنا بضرب كف بكف، مبقتش عارف أعمل إيه. خلاص أنا الدور عليا أنا. كل مرة بنام فيها كانت الكوابيس بتزيد أكتر، بس المرة دي مش أحلام عادية، لأ، ده بدأت أشوف الكوابيس في أرض الواقع. بصحى بلاقي إيدي متوسخة تراب ورجلي عليها زيتين، وكأني كنت ماشي على طين اللي قريب من البيت الملعون. وفي مرة صحيت على مصيبة، لقيت في جيبي مفتاح حديد تقيل جدا نفس شكل مفتاح الأوضة. هنا فهمت إن أنا داخل على مصيبة جديدة. حاولت أقاوم وأقرب من ربنا أكتر وأصلي وأقرأ قرآن. وفي ليلة سمعت صوت أبويا بيقول الحقني يا أحمد، الحقني يا ابني. جريت عليه، لكن وشه كان محروق وعينيه مليانة سواد، وقال لي بصوت متقطع ارجع، أو إلا الدور هيبقى عليك. أيوة صح. أنا كده فهمت إن الاتفاق لسه شغال، وإن المشاكل اللي بتحصل لي دي بسبب العهد اللي أنا عملته معاه. وإن أيوة صح، ده بكرة أول الشهر، ده كان المفروض أجيب طفل جديد. لأ، أنا مفيش حد حصل له حاجة تاني بسبب المرة دي. جريت على البيت ودخلت، وصلت لغاية الأوضة اللي بابها معدن. الباب كان مفتوح لوحده كأنه مستنيني أدخل. لقيت كل حاجة زي ما هي، بس في حاجة زيادة. أنا لقيت السلم موجود جوه الأوضة دي بيودي على سرداب، وبابه حديد برضه. افتكرت المفتاح اللي كان في جيبي، فتحت السرداب ونزلت، وكل خطوة كنت بحس إني بموت. لغاية ما وصلت لقيت مكان زي كهف كده كبير أو سجن كبير، في أقفاص كتير قوي مليانة أطفال، كلهم بيبصوا عليا وعمالين بيتوسلوا إن أنا أنقذهم. وفجأة يا تكمل يا تبقى مكانها. أيوه، ده كان صوت الدهشور. وقتها عملت أصعب قرار في حياتي. المفتاح اللي كان معايا مش بس بيفتح باب السرداب، لكن أنا خدت بالي إن هو نفس منظر القفل بالظبط. وحاولت إن أنا بالمفتاح اللي معايا أفتح البيبان الحديد اللي بتاعت الأقفاص كلها، وفعلا أكن إن دي كانت رحمة من ربنا جايالي. والأقفاص بدأت تتفتح، والأطفال قعدت تجري في كل مكان وطلعوا يجروا على السلم. فجأة الدهشوري قعد يصرخ بصوت مرعب. حسيت بإيد تقيلة على كتفي اللي أنت عملته ده مش هين، أنا مش هرحمك. وأغمى عليا. وفوقت لقيت نفسي في مستشفى. اللي فهمته إن البوليس جه، وإنه لقى عدد كبير أوي من الأطفال، ولقاني كمان مغمى عليا والدم مالي الأوضة كله. بس أنا مش في مستشفى عادية، أنا في مستشفى الأمراض العقلية. أنا ما بقتش قادر أتكلم مع الناس. أي حد بيحاول إنه يكلمني أو يسألني أي حاجة بيلاحظ إن أنا بقعد أبص على الحيطان وببص في السقف، وبعد كده صوتي يتغير وأقول له أنا دهشور. أنا مش فاهم حاجة. الغريب إنه أي حد بيروح البيت بيقول إنه بيسمع صوت شاب بيستغيث وبيندى عليه إن حد يلحقه، لكن بيلاقوا إن البيت مهجور ومحدش موجود فيه أصلا. أنا جاي عشان أقول لكم محدش يعمل زيي. القصة بدأت بطمعة وكانت هتنتهي بمصيبة. مش مهم اللي حصل لي إيه، المهم إن محدش يتأذى تاني. أنا طمنت على أهلي بقوا كويسين، بس أنا مش قادر أتكلم معاهم ولا قادر أتكلم مع حد. أنا بكتب القصة دي وبقيت خلاص مجنون. أرجوكم اوعى تسلم عقلك للشيطان أو تركب دماغك في حاجة مش مسموح لنا إن احنا نعرف. ما تحاولش إن أنت تخوض تجربة في حاجة أقوى منك، وما تنساش دايما إن قربك من ربنا هو اللي هيحميك من أي حاجة.